إن شاء الله هنعمل بطاطس الجمبري بتاعت عربيات الفول والمطاعم. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. استخدمت حوالي 3 بطاطسات، وطبعا الكمية هنا ترجعلك. بقطعهم بالشكل ده يكون حجمهم وسط، يعني ما تكونش رفيعة قوي ولا هي سميكة. هغسلها كويس جدا، وهبدأ إن أنا أقلي البطاطس، أو ممكن تسلقيها نص سلقة، لكن ما ينفعش إن أنا أستخدمها وهي نية. وأول لونها ما يبدأ يصفر بشيل البطاطس وصفيها كويس قوي، وهنزلها في المصفى. هنجهز الخليط، عبارة عن 1.5 كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من بيكنج صودا. تبلي بقى بالملح، عندي معلقة صغيرة من الفلفل، كاري، كركم، شطة، توم بودرة وبصل بودرة، وعندي بابريكا. ولو ما عندكيش كل البهارات دي ممكن تستخدمي بهارات البطاطس الجاهزة. بقلبهم كويس، وهنزل عليهم بكوباية من المية بالتدريج، ما تحطيش كل المية. لقيت اللون معايا فاتح، بنزل كده بلون غذائي اصفر، او ممكن تزودي الكركم. وادي كده القوام حلو جدا وريحتها حلوة قوي. التوابل عطشة ريحة جميلة جدا، شايفينها مش خفيفة ولا تقيلة. هنزل بقى بالبطاطس بعد ما بردت. يفضل كده واحدة واحدة كده، غطاسي بقى واحدة واحدة كده بالشكل ده. وبرضو هنقليها واحدة واحدة، ما تنزيش بكل الكمية عشان البطاطس كلها ما تلزقش في بعض. اول لونها كده ما يبدأ ان هو يحمر معايا ويبقى بالشكل الجميل دوت، ببدأ ان انا اقلبها، وهصفيها كويس جدا من الزيت. شايفين بقى شكلها، وعايز اقول لكم ريحتها حلوة قوي. وكل مرة بقلي فيها بشيل اي زيادات نازلة من جوه الزيت كده بالشكل دوت. شايفين ما شاء الله كمية حلوة جدا. سامعين بقى القرمشة؟ تحفة. وبطاطس كده حلوة وهشة. سامعين بقى القرمشة بتاعتها حلوة قوي. بصوا بطاطس كريسبي جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسيبولي تعليق حلو. سهلة وبسيطة، طعمها حلو جدا، هتعجب الأولاد. بتتباع بره في عربيات الفول وفي المطاعم، هشة وخفيفة. جربوها وبالهنا والشفا.